دي تالت وصفة من ضمن الأربع وصفات للبتنجان أو المسقعة المصري بدون زيت وبدون قلي ولا تحمير. هنا معايا معلقتين زيت، حوالي 4 فصوص من الثوم مفرومين ناعم ياخدوا اللون الذهبي، هنزل بحوالي 5 حبات من الطماطم مفرومين ناعم. التوابل اللي أنا استخدمتها في وصفة النهاردة: نص معلقة من الكزبرة الناشفة، نص معلقة بابريكا، والملح ظبطيه حسب ذوقك. البابريكا لو مش موجودة عندك تقدري تستغني عنها تماما. هسيب الصلصة على النار لحد ما تتسبك، بس تكون طرية شوية، ما تخليهاش تنشف جامد على النار زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى معايا بتنجانه حجمها متوسط، هقشرها خط وخط واقطعها شرائح، يعني تقريبا كده سمك الشريحه حوالي نص سنتي. زودي بقى الكميه او تقللي حسب رغبتك. طاسه على النار، وعلى فكره مش شرط تيفال او جرانيت، لاي طاسه او اي صينيه موجوده عندك. الطاسه تسخن كويس، هنزل بشرائح البتنجان بدون اي زيوت، مش هضيف زيوت نهائيا. تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده، طبعا على نار متوسطه. وكمان هنزل بالشطه تاخد لون من الجنبين.